أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة على شكل دوارة الرياح. لو عايزين وصفة باتر كوكيز اضغطوا على الرابط اليمين، لو عايزين وصفة التشيك بورد كوكيز اضغطوا على الرابط على الشمال. بنفرد عجينة الشوكولاتة لمستطيل عرضه 20 وطوله 30 سنتي وسمكه نص سنتي، وبنحطه ما بين ورقتين زبدة، وبنعمل نفس الحكاية مع العجينة البيضاء. بنشيلها بعد كده في التلاجة لمدة ساعتين. بعد ساعتين بنفرد عجينة الشوكولاتة عليها العجينة البيضاء وبنعملهم على شكل رول. بنخليه محكم بقدر الإمكان. بعد ما بنلفها على شكل رول بنرجع نلفها تاني بورق الزبدة وبنشيلها في الفريزر لمدة تلت ساعة. بعد تلت ساعة بنقسمها لأقراص سمك القرص حوالي سنتي. بنخبزها في فرن على درجة 150 لمدة 15 ل 18 دقيقة، وبالهنا والشفا. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، ورمضان كريم.